السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه الأخبار؟ معاك أخوكم خالد كمال من قناة كار أكسسوارز. هنتكلم عن عربياتنا. هنتكلم عن كل واحد عنده عربية، ازاي نحافظ عليها، ازاي نعرف ايه المشاكل، ازاي نعرف ايه لو في مشاكل بسيطة احنا ممكن ان احنا نحلها بنفسنا من غير ما نروح لفني. بس ده مش معنى ذلك ان احنا لو في حاجات صعب علينا او ما نعرفش ان احنا نعملها، فان احنا المفروض ان احنا نتوجه للفني باسرع وقت عشان المشكله ما تتفاقمش في العربيه. بس في بتبقى حاجات بسيطه كده، سهله ان انت تعملها، سهل ان انت تبص على فيديو بسيط يشرح لك ازاي تعمل الحاجه ديت. فانت لو كان بامكانك او بمقدورك ان انت تعملها، فسهل ان انت تعملها، فمفيش مشكله ان انت تشوف الفيديو وتشوف ازاي الخطوات اللي انت تعملها. حاجات بسيطة ممكن بتعملها في العربية، تروح عند الميكانيكي تكلفك 100 و200 و300 جنيه، واحنا دلوقتي في وقت الدنيا صعبة على الناس. صيانة العربيات بقت صعبة جدا. بس هخلي النهاردة أول حلقة في القناة هتكلم عنها عن حاجة حصلت في قانون المرور الجديد، وهي حصلت معايا أنا شخصيا وقعدت فيها شهر ونص. عربيتي محجوزة، ألا وهي طمس اللوحات. أنا في يوم عادي جدا صحيت، رحت الشغل. شغلي أنا ساكن في العبور. شغلي في أكتوبر في المصانع في المنطقة الصناعية الثالثة. جيت عند طريق الفيوم بعد ما انزل من السياحي وبمسك طريق الفيوم عشان اتوجه الى المصانع اللي في اكتوبر. كمين عادي، دخلت جدا عادي الكمين، مفيش اي مشكله. رخصك اتفضل، الرخص سليمه، مفيش اي حاجه، العربيه تمام، مفيش اي حاجه، فانا مش قلقان من حاجه. فلقيت امين الشرطه. الضابط كان قاعد في عربيه العربيه. امين الشرطه قاعد لقيته بيبص على العربيه من قدام، ورجع يبص على العربيه من ورا. فبيقول لي انت عندك طمس لوحات. فقلت له حضرتك طمس لوحات ازاي؟ يعني طمس لوحات ايه؟ يعني انا ما كنتش عارف يعني ايه طمس لوحات اصلا. يعني طمس لوحات دي ان انت تاني، اللي انا فاهمه ان انت تاني النمره، ان انت مشوه في النمره بتاعتك بتاعت العربيه. فافوجئ انزل من العربيه الاقيه بيقول لي اصل الارقام ممسوحه ومش ممسوحه. قلت له حضرتك انا لسه فاحص من 3 ايام، ونمر باينه قدام حضرتك، واخر مخالفه خدتها كانت من 3 ايام. يعني صادف ان انا خدت مخالفه قبل يوم او قبل كام ساعه من ان انا راح افحص العربيه واجدد رخصه العربيه. من هنا لهنا لا، انت عندك محضر طمس لوحات، سحب مني مفتاح العربيه. طبعا حصل شد ما بيني وبينه، فانا نتشت مفتاح العربيه. قال لي انت، وسحب الرخصتين وقال لي انت طمس لوحات. طبعا قعدت اتكلم معاه وكده، وما ينفعش وازاي وانا لسه فاحص والكلام ده. طبعا الكلام ما فيش نتيجه. قال لي خلاص احنا هنروح للضابط في المكان الفلاني في حدائق الاهرام ونشوف هو اللي يحل. اتاري هو كان طبعا بيثبتني، وانا طبعا ما اعرفش. رحت معاه. اتاري وداني عند مركز القياده بنفسه، اللي في طريق الواحات. دخلت هناك لرئيس الوحده، برضه قال لي طمس لوحات، حجزوا العربيه. والحمد لله ان انا قدرت ان انا امشي من مركز القياده. حبسوا العطبة العربية. طبعا أنا كنت أول مرة أمر بالتجربة ديت. ف بعد ما خلصت طبعا قعدت دخلت على جروب على الفيسبوك واشوف ايه المشكلة ديت. فلقيت كمية، يعني آلاف العربيات اللي معمول لهم طمس لوحات. طبعا كلمت محامي يعني متمكن في الموضوع دوت. شفت له ريفيوهات كتيرة قوي على الفيسبوك. ساعدني جدا، هو اللي ساعدني، كلمته وساعدني في الموضوع دوت من اول خطوه لغايه اخر خطوه لغايه ما سلمنا العربيه. بس انا كان عندي شويه مشاكل شخصيه في ترخيص العربيه بسبب المرور بتاعي. هو ده اللي اخر ان انا استلم العربيه، وقعدت شهر ونص عندهم. فكان موضوع ربنا ما يوريه على حد، ربنا ما يخلي حد يمر باللي انا مريت بيه. بس انا حبيت ان انا اول فيديو اتكلم معاكم فيه
أنا من النوع اللي أنا باحب يعني باحب العربيات، يعني أنا من النوع اللي أنا باحب العربيات، أنا معايا عربيتي أيًا كان بقى، فئة متوسطة، فئة قليلة، فئة عالية، لأ أنا معايا عربية فئة متوسطة، أو أقل من المتوسطة كمان، تمام. بس أنا باحب عربيتي، باهتم بعربيتي، شايفها بالنسبة لي هي أجمل عربية. فطبعًا الموقف اللي أنا مرّيت بيه ده، طبعًا ده غير إن العربية اتحبست، غير إن أنا رُحت القسم ونيابة، والمحامي راح بدال عني المحكمة، بس جزاه الله خير، جاب لي براءة وسلّمني الرخصتين وسلّمني وراح استلم معايا العربية. طبعًا بعد ما خدت العربية، توجّهت للمرور، قُلت لهم أنا عايز أجدد النِمَر، النِمَر عندي بيقولوا إن هي عندها تَمْس لوحات وحصل 1، 2، 3. خدوا النمرتين تمام، جددوا لي النمرتين. مش غيّرت النمرتين، يعني هم جددوا النمرتين، عادوا تدويرها تمام وجددوها. وبعد كده بس مهم جدًا، مهم، أنا بانصح آآ كل أصحاب العربيات في حتّة النمرة العربية دي. أنت عندك لو حرف واحد، مش هاقول لك مش باين كلّه أو ممسوح كلّه، لأ، ده لو في طرف منّه ممسوح هتتعمل لك قضية طمس لوحات. فأنا بانصح كل واحد مالك سيارة إن يتأكد من النمر بتاعته. أنا بقيت والله العظيم وحياة كتاب الله، أنا بقيت ماشي بالعربية بورق بقلم دوكو أسود، عشان لو من كتر اللي حصل لي ومن اللي شُفته، بقيت أتقِّل على النمر تاني بعد ما ضبّطتها، تمام. فأي حد عنده مشكلة في حتّة طمس اللوحات دي، أو حصل له مشكلة بسبب طمس اللوحات أو أي حاجة، يتواصل معايا وما فيش مشكلة، وأنا هاقول يبعت لي في comment إيه يسألني إيه الإجراءات المطلوبة، أو أنا أمشي إزاي، أو أتوجّه أعمل إيه، أو الخطوات اللي أنا أبتدي بيها إيه. وأنا ه هاكل ه هابل يعني هارُد عليه. ولو عايز المحامي اللي هو كان معايا، هو راجل متخصص جدًا في القواضي دي بالضبط، لإن هي القواضي دي ما بقالهاش 6، 7 شهور، تمام. فاللي محتاج أي مساعدة يبعت لي في comment وأنا هاساعده، ما فيش أي مشكلة. دي كانت بداية أول حلقة كنت عايز أستعرض معاكم فيها اللي حصل لي، والقضية دي يا جماعة مهمة جدًا، جدًا، ما حدش يستهون بيها. وحتّة إن كمان الرخص المنتهية هتتعامل معاملة الطمس. يعني رخصتك منتهية تقول لأ ده أنا قدّامي شهر، تمام. هو المفروض إن أنت يبقى قدّامك شهر في القانون، أنت المفروض يبقى قدّامك شهر، بس نزّلوا إن الرخص المنتهية هتتعامل معاملة الطمس. فنخلّي بالنا، آآ نمشي بقلم دوكو معانا في العربية، معلش قلم ب20، 30 جنيه، 50 جنيه، حُطّه في العربية. كل أسبوع، كل شهر نتأكد من النِمَر، نشوف النِمَر مضبوطة والّا مش مضبوطة. فده هيوفّر علينا حاجات كتير. فدي كانت أول حلقة حابب إن أنا أشارككم بيها باللي حصل. وإن شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله هنتكلّم بقى عن كل تفصيلة في العربية. هنتكلّم عن نضافة العربية، هنتكلّم عن صيانة العربية، هنتكلّم إزاي إن إحنا نتعامل مع العربية، إزاي نوفّر، نتكلّم عن مشكلة البنزين ومشكلة الغاز، نتكلّم نشوف أسعار البنزين وأسعار الغاز. فالحاجات دي كلّها هنتكلّم فيها، بس دي أول حلقة. وأرجو من حضراتكم اللي عاجبه الفيديو يعمل لايك وsubscribe وتشتركوا في القناة. وإن شاء الله تكون بداية خير معاكم. فيا ريت، يا ريت اللي محتاج في قضية طمس اللوحات دي بالضبط أي مساعدة، يكتب لي comment وأنا إن شاء الله هارُد عليه بنفسي وهاقول له الخطوات. ولو عايز المحامي اللي معايا أنا شخصيًا، اللي هو مشي في الإجراءات كلّها، وأنا هاساعده جدًا. فابعتوا لي في comment وأنا شاكر ليكم لحضراتكم. ويالّا سلام.